راح نقدم فقرة عن أكثر الشخصيات المكروهة عند المجتمع العراقي، وأول شخصية هي شخصية أبو المولدة. ككادر عمل تخيلنا إذا يتزوج أبو المولدة شلون راح يزفها أبو الذوق؟ لك مبروك مبروك فكرت، والله فرحت لك. بس يريد من عندك شوي اخف على الناس بعد المولده، راح تتزوج انت. والله ما اقدر. سويت ما تسوي حبيبي، مبروك مبروك فكرت، مبروك قلبي مبروك. ما قصرتوا. لك هاي باع من اجى باع من اجى باع من اجى باع من اجى. حلاوي هذا منو عازم؟ هذا راح يخزيك هسه. حلاوي انا ما عازمه هذا. يعني عرس ابو المولده، يعني فكره ابو السحب، يعني التخفيص، يعني الوليه، يعني الحقاره ويا الناس. اليوم الا شيل راسه، جبت له فرقه ب100,000 والله. حبيبي درهم ما قبله وينزلون. واجبك واصل، بس روح خلينا نروح زفافه. اليوم الا شيل راسه وهوس له. اليوم المنطقه كلها تشهد شلون اهوس له. هوس له. هلا هذا الزين هذا الزين هذا وتشهد اطباعه. رحم الله والديك. من تطفى يشغل ورا نص ساعه، ومني يحقر ويا الناس طرقاعه، ومني يحقر ويا الناس طرقاعه. يبدل جوزه بجوزه، يبدل جوزه بجوزه، وتخرب كل اجهزه البيت. يبدل جوزه بجوزه وكل اجهزه البيت، يبدل جوزه تخرب كل اجهزه البيت. عرسك هذا عرسك. كافي يا اخوي كافي. عرسك هذا عرسك، عدنا فرحه وعيد. زين ولو مو بنوادم ساعة التسديد. حلاوي بس هاي وخليه يروح. راس الشهر يوصل يشتغل تهديد، راس الشهر يوصل يشتغل تهديد. شنو جماعة ويطفيها لو ساعة تأخر، يطفيها لو تأخر، يطفيها لو تأخر. ابو الديوان ابو الديوان يفرح حيل بزماطه، ومثلك كذب ما صار مقطاطه. اكيد والله والله صح والله صح. تقط بالفقير وهو بقماطه. وزين تقط على البارد، زين تقط على البارد، وما تتوازى وحارب حار. زين تقط على ما تتوازى زين. يلا امشي لبيت العروس اليوم هناك. لا حبيبي اليوم اقلبها قلاب. لا رحم الله والديك ما قصرت. اذا تروح ويا البيت العروسه لا انا اسحب نفسي. يلا امشوا قدام البيت العروس. يلا امشوا يا امشوا. انا بطلت مالنا.